هو الاساس في نظرتنا لنفسينا هو تخيلنا اهالينا شافونا ازاي. مش اهالينا شافونا ازاي، هو تخيلنا اهالينا شافونا ازاي. مم. فمثلا انا داخل من الباب لقيت مامتي بتقلي بطاطس، فانا جريت عليها وانا عندي 5 سنين عشان احكي لها على اليوم، فراحت زقاني بعيد وقالت لي مش دلوقتي، مم. انا مشغوله. فانا كطفل بالنسبه لي مامتي مش عايزاني، يبقى مامتي ما بتحبنيش، يبقى مم. اكيد انا وحش. انما مامتي لما عملت كده غالبا عملته عشان خاطر هي خايفه عليا صح. وخايفه على نفسها مم. من ان انا مم. طفل بيجري وهي بتقلي بطاطس في الزيت. مم. فلو احنا ما اشتغلناش على القصه بتاعت ال- اللي انا كونتها في دماغي عن الاكشن اللي حصلت، اوتوماتيكلي هطلع هقول بقى طالما مامتي ما بتحبنيش يبقى انا اكيد انسان وحش، او يبقى انا اكيد انسان ما يستاهلش ان انا اتحب. فاوتوماتيكلي هخش في علاقات ما فيش فيها سبيس كبير، او ما فيش فيها مساحه ان انا اعبر فيها عن نفسي، مم. او هبقى مضطر ان انا احاول ابذل مجهود كتير عشان الناس تحبني او الكلام ده كله. فانا اعتقد البدايه هو ان احنا نشيل الافكار اللي كوناها عن نفسينا من خلال تعامل اهالينا معانا، لان مش كلها حقيقه. وده بحس ان هو بيقلب الايه بشكل كبير. مم. من ناحيه تانية ان احنا نعرف نحط باوندريز. انا بحس ان مهم قوي ان الطفل يتربى انه يعرف يقول لا. مم. لو الطفل دايما، يعني احنا جزء من التربيه السائده مم. خصوصا في المجتمعات العربيه، مم. ان الطفل الكويس هو اللي بيسمع الكلام بيقولش لا والكلام ده كله. الطفل ما بيقولش لا، ما بيقولش لا، ما بيطلع ما بيكبر. مم. فلو ما قالش لا ما بيكبر هيتداس عليه. طبعا. فهو يعني اساسي ان الطفل يعرف يقول لا، واساسي ان الطفل يعرف يقول لا وانت تقول له والله انا مسؤول عنك، فانا همشي القرار ده مم. مع احترامي للا بتاعتك، بس انا همشي القرار ده. ممكن تحاولي تشرحي له، خصوصا لما بيكبر تحاولي تبرري له حاجات، بعد شويه من حقه ان هو ياخد قراراته بقى فخلاص. مم. بس انا قصدي ان الشخص يبتدي يكون الباوندري، يعرف يكون الباوندريز حدوده عامله ازاي، بحس ان دي حاجه مهمه قوي. مم. فلما الناس بتجيلي، طبعا احنا ما نقدرش نقطع مع اهالينا، احنا ممكن نخرج من اي علاقه في الدنيا اه. الا علاقتنا باهالينا. مم. فالحل ساعات هو ان انا اعرف احط حدود في علاقتي باهلي. لو اهلي تصرفاتهم بتاذيني، مش مم. اهلي بيأذوني، تصرفاتهم بتأذيني مش بالضروره معناها ان هم قصدهم يأذوني، بس هم بيعملوا حاجات بتأذيني. فلو انا قدرت احط حدود معينه مم. من غير ما يبقى عندي غضب من ناحيتهم، ده بيفرق كتير قوي في التعامل.